بسم الله الرحمن الرحيم. أحببت أن أدخل في موضوع مسألة إنسانية بحتة، وهي مسألة الخطف والاغتيالات التي تجري في عراقنا الحبيب، وما يحدث من صدام بين الأخوة العراقيين فيما بينهم، واستغلال هذه المسألة لأمور انتخابية وسياسية. وكل هذه الأمور مرفوضة لدينا وممنوعة، ويجب أن توقف مثل هذه الأمور فورا، أن تقف مثل هذه الأمور فورا، ويجب على القضاء والحكومة التدخل بصورة قانونية لإنهائها فورا ولحماية جميع النشطاء والمدنيين وكل الجهات. وأنا أنصح بأن لا يكون هناك خلاف ما بين الأخوة في تشرين وما بين التيار الصدري، إلا خلاف منطقي وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، ومن دون صراعات غير قانونية إنجاز التعبير يتخللها بعض الأمور مثل الخطف والقتل والكلام البذيء. كلها هذه الأمور سيستغلها العدو والطرف الثالث وهو الفاسد لإجراء وأعمال أخرى يستفيد منها من أجل مغانمه وانتخاباته وسياساته الخاطئة التي تذهب بالعراق إلى الهاوية. وشكرا جزيلا.